وكانت دمشق قد رحبت به فيما مضى على أعقاب حرب غزة، وكان قد أتيح له أن يجلس إلى السيد الرئيس. نعم، إذن امتلك فرصة ذهبية رائعة، ما دام أنه غيور بهذا الشكل الذي سمعناه على الإصلاحات ويدعو إلى إصلاح الفساد بكل ما يملكه من قوة ومن صوت وإلى آخره. طيب، عندما جاء وأتيح له أن يجلس إلى السيد الرئيس، كانت مشكلة الحزب الواحد قائمة، وكانت مشكلة الطوارئ قائمة، وكانت مشكلة الحريات قائمة. هذه المشكلات التي يعلن غيرته عليها من خلال خطابه الملتهب موجودة كانت، ولكنه لم يتحدث عن شيء منها، وإنما استبدل بذلك المديح الذي كاله جزافا للسيد الرئيس. نعم، استبدل بذلك الثناء والمديح وموقف سوريا من فلسطين من غزة وما إلى ذلك، وسمعت أنا الكلام الذي قاله. طيب، شيء غريب، سبحان الله، فرصة ذهبية أتيحت لك، جلست إلى جانب السيد رئيس بشار يقول لي كال لي المديح جزافا، هو الذي يقول. طيب، هل ذكرته يا أخ؟ ذكرته بهذه الإصلاحات التي تثور من على منبر صلاة الجمعة عليها، تثور وتثير من أجلها. الآن تثير مشاعر الطائفية وتضرب على وتريه. ولو خالد، لكن هناك بعض علماء الدين من يسوقون لهذه المشاريع. يعني أليس من دور الدين درء الفتنة أو دور العالم؟ والله يا أخي، أنا أعجب من هذا الذي تقول، أعجب جدا جدا من أن يوجد واحد اسمه عالم من علماء الدين يقرأ القرآن وقرأ قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، ويعني يذل نفسه ويهينها إلى هذه الدرجة. أنا أشك، لكن ما أكثر من يعني يلبسون مسوح الثياب أهل العلم وهم ليسوا منهم. يعني لا تعتقد أن كل إنسان وضع عمة على رأسه وأطلق لحية في وجهه هذا أصبح من علماء الدين الذين نثق بهم. لا يا أخي. نعم، علماء السوء كلمة قديمة ومسمياتها أيضا قديمة. علماء السوء منذ أقدم الرسل موجودون. نعم، أخشى أن أقول أن هنالك يعني أموال توزع، لا أدري